لو كنت ثانوية عامة وجبت مجموع أقل من 80% وفاكر بسبب الورقة أو النتيجة دي إن حياتك اتدمرت، فحابب أقول لك إن دي أغبى حاجة ممكن تقولها أو تصدق فيها في حياتك. وأنا مش هنا عاوز أقول كلام وحش، لا، أنا عاوزك تركز، اسمع المفيد. أحمد زويل ما كانش من أوائل الثانوية العامة، والعالم اللي ساعد ناسا ينزلوا على القمر ما كانش داخل الجامعة اللي هو حاببها أصلا، ما حصلش يعني المجموع. ومعظم الناس اللي بتطمح ليها وعاوز تبقى زيها ما كانوش كليات قمه. وانا مش جاي اقول لك ان الجامعه وحشه والعلم وحش ابدا، انا جاي اعرفك ان حته ورقه ونتيجه بتحصل عشان انت في يوم معين رحت عملت امتحان وما اديتش بالطريقه اللي انت متوقعها لا تقيمك. يعني دي حاجه ما تقيمكش بحياتك، بمستقبلك، برزقك. الورقه اللي في ايدك دي تحدد كليه، لكن عمرها ما هتحدد ذكائك ومستقبلك. لما نيجي نتكلم على علماء زي احمد زويل مثلا، هو ما جابش علامات خرافيه في الثانويه العامه. لما تيجي تتكلم على فاروق الباز، مجموعه منعه من ان هو يخش طب. وما تيجي تتكلم على مصطفى السيد، واحد من اكبر علماء الكيمياء في العالم، رسب في ماده الكيمياء، يعني نفس الماده اللي بقى مشهور فيها رسب فيها. فاللي انا عاوز اقوله ان المجموع وتقدر تدخل كليه ايه وما تقدرش تدخل كليه ايه، ده سيستم انت اتخلقت فيه، ده لا يقيم ذكائك ولا هيقيم رزقك. وعلى فكره اللي بيكلمك ده، انا عندي شهادتين في الهندسه، بايوميديكال انجينيرنج والكتريكال انجينيرنج. وعلى فكره عمري ما احتفلت يعني عمري ما اعتبرته انجاز، ما احتفلتش وما رحتش اصلا حفله تخرج. وازيدك من الشعر بيت، ما اشتغلتش بشهاداتي اصلا. كان موجود العروض والاوبشنات ان انا اشتغل في المجال ده، ولكني اخترت خدمه العملاء عنها. تخيل تختار خدمه العملاء اللي بيديك فلوس قد كده عشان تبدا في المجال اللي هو غير مجالك اللي انت درسته وتعبت فيه. لان مش دي الحاجه اللي انا حقيقه كنت عاوز اعملها. الحمد لله تقدر تشوف انا وصلت لايه دلوقتي، وده البدايه، احنا بس في البدايه. اسعى وتوكل على الله، واعرف ان رزقك مش محبوس في حته ورقه او حته نتيجه، وخليك دايما واحد.